سنة السواك، وله عدة أوقات يتسوق فيه المسلم في اليوم والليلة. قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهن بالسواك عند كل صلاة. رواه البخاري ومسلم. ومجموع ما يتسوق به المسلم في يومه وليله لا يقل عن 20 مرة، فهو يتسوق للصلوات الخمس وللسنن الرواتب ولصلاة الضحى والوتر وعند دخول البيت، لأن أول ما يبدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم عند دخول البيت هو السواك، كما أخبرت بذلك عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم: فكلما دخلت البيت فابدأ بالسواك حتى تصيب السنة. وعند قراءة القرآن، وعند تغيير رائحة الفم، وعند الاستيقاظ من النوم، وعند الوضوء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه أحمد. وثمرة تطبيق هذه السنة رضاء للرب سبحانه وتعالى عن العبد ومطهرة للفم. طاهر القلب نقي ذاكر لله، المصطفى الصفي صلى عليه الله، أخلاقه وصفاته سبحان من سواه، هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة، يا رسول الله يا حبيب الله، اكتب لنا نلقاه ندعوك يا رب.